السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طريقة فراخ حلوة جدا وسريعة وسهلة جدا وهتنجز معاكي والطعم تحفة بجد. لما تعمليها مش هتبطلي تعمليها. فأول حاجة هنبدأ بالتتبيلة. دي معلقة مستردة، هنحط على المعلقة المستردة دي معلقة من الصويا صوص، ده دبس رمان، معلقة من دبس الرمان، وبعد كده هحط عليها معلقة من الصويا صوص، وبعد كده هنحط تقريبا حبة صوصات حلوين كده هيدوا الطعم، هيخلوا الطعم حلو قوي ودي معلقة خل، كله بالمعلقة بتاعة الاكل اللي بناكل بيها. وطبعا تقدري تقللي الفراخ عن كده او تزوديها عن كده، وتقدري تعمليها بفرخة كاملة او بوراك بس او بصدور بس. وعلى فكرة تنفع تتعمل بالفراخ البانيه، يعني تقدري تتبلي البانيه كده وتعمليه في صينية زي ما هو كده. دلوقتي قلبتي كل الصوصات اللي انت حطيتيها وهنبدأ نحط توابل. دي معلقة شطة، لو مش عايز تحطي شطة حطي بابريكا، بس بجد بتخلي الطعم حلو قوي، ما بتخليهاش حراقة قوي بس بتخلي الطعم حلو قوي. ودي نص معلقة قرفة، ونص معلقة جنزبيل، ونص معلقة فلفل اسود. التوابل بتاعتها كتيرة شوية، وديت شوية صغيرين من البصل البودر، وبرده توم بودر، يعني حاطة بصل وتوم. وديت شطة، الاولانية كانت بابريكا لكن دي شطة. ومعلقة ملح على حسب الكمية طبعا اللي انت حطاها الملح. فكده حطينا بابريكا وقرفة وجنزبيل وشطة وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، حطينا كل الكلام دوت مع بعضه. لو عندك توابل فراخ حطي شوية. وبعد كده هوت عشان خاطر الخلطة تبقى لا بتدي لمعة كده للفراخ، هحط معلقتين 3 زيت. وفي الوقت دوت انا طبعا ببقى نقعه الفراخ، غسلها كويس ومنضفاها كويس جدا وعامله لها محلول نقع ونقعها فيه علشان يبقى طعمها حلو وريحتها حلو. وبعد كده هتجيبي بقى الفراخ، قلبي كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا. وبعد كده هتقلبي الفراخ، هتجيبي الفراخ وتقلبي كل الكلام دوت معاها. التتبيله دي سهله وبسيطه، ما فيهاش بقى ولا بصل ولا مش عارفه ايه ولا الكلام ده، بس بجد بتدي للفراخ طعم حلو جدا، احلى من طعم الشوي كمان. والشكل بيبقى اللون والطعم والريحه بجد لما تعملوها هتدعولي عليها. وطريقتها زي ما انت شايفه كده، شويه توابل على حب الصوصات، وكمان بتدي يعني الريحه بتبقى قلب الشقه والله، وريحه حلوه. الصوصات مع التوابل مع الخل مع الزيت مع كل الكلام ده مديها طعم حلو جدا. ولو عندك صوص الباربيكيو، بس انا كان عندي خلص، حطي شويه عليه. انا كان عندي ديت الجزء بتاع الوراك اللي هو الفوقاني ده، هو ده اللي انا عملت بيه الصينيه النهارده. والدبابيس كنت عينها عملت بها بعد كده حاجه تانية. فطبعا شوفوا الفراخ بيضه وزي الشمع ونضيفه زي الفل، دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الاكل بتاعك طعمه حلو وريحته بتبقى قلبة الدنيا. نظافة الاكل مهمة جدا يا جماعة. هنا بقى اشيل الجلد، بصوا الفراخ من جوه شكلها عامل ازاي. انا اي دهون زيادة بشيلها، اي جلد زيادة بشيله، وبخلي دوبك هي بس حتة الجلد اللي مغطية اللحم، عشان ديت بتخلي اللحم من جوه ما ينشفش. يعني حتى لو ما بتاكليش الجلد، انا ما باكلهوش على فكرة، فحتى لو ما بتاكلوهوش ما تشيلهوش. الفرخة لما بتبقى من غير الجلد وبتسويها بتنشف كده. بقى دلكي الفراخ جوه وبره كده، وخلي التتبيلة توصل لكل مكان فيها. بصوا الفراخ بيضة زي الشمع ازاي. ده محلول النقع اللي انا بعمله، حلو جدا وسهل خالص. بحط معلقة طحينة وبحط ليمونتين وشوية ملح
وبروح حاطه كل الكلام دوت في قلب شويه ميه، على شويه ميه. بعد ما اغسل الفراخ كويس جدا بروح نقعها بقى في نص ساعه كده، ما بطولش. بعد لو غسله الفراخ بتلاقي برضو حاجات نازله من الفراخ في قلب الميه. هنا بصوا تدلكي بقى تحت الجلد كده وفوق الجلد وورا وقدام وكل حته في قلب الفرخه عشان كل مكان يوصل له التتبيله. هنا كنت خلصت الفراخ كلها. وبعدين والله ده انا كنت عامله الوراك كامله، حقكم عليا لان الفيديو دوت من زمان عندي وانا قلت انزله دلوقتي. دي كانت الوراك والله كامله انا كنت فاكره الجزء الفوقاني بس. هنا بقى اولع عليهم النار من فوق، واول لما تولعي عليها النار هتنزل ميه كده الفراخ. بصوا هنا كنت عريتها كانت بدات ان هي تنزل الميه بتاعتها. فاول لما هلاقيها شربت الميه دي، نفس الطبق اللي انا كنت عامله فيه الخلطه او التتبيله هحط فيه حوالي مج ميه عشان لو في اي بواقي من التتبيله تنزل على الفراخ واستفاد بيها. وانزلي بيه على الفراخ حوالي مج او مج ونص على حسب كميه الفراخ اللي انت عاملاها. اهو كده منك خدتي الفراخ عشان تستوي كويس، تتاكدي من سواها، وكمان كل التتبيله انت خدتيها. هنا بقى هغطي الفراخ لما تشرب كل الميه اللي انا حطيتها دي، وبعد كده تبقى كده الفراخ استوت. هبدا ان انا انزلها على الفرن. هنا عشان انا بشيل كل الدهون اللي في الفراخ فحطيت معلقه سمنه. لو انت بتسيبي الدهون، في ناس بتسيب الدهون، ما تحطيش معلقه السمنه دي. كده كده الفراخ بتبقى فيها دهون كتير، فلو انت من النوع اللي بيسيبها ما تحطيش معلقه السمنه دي. لكن لو زيي يبقى حطيها علشان تبقى الفراخ ما تنشفش منك. هنا بصوا بقى كانت بدات تخش في سوا. كنت عامله معاها حبه ملوخيه ناشفه طعمهم كان عسل. لو عايزين الطريقه بتاعتها انا منزلها على القناه شوفوها. كنت بدوق بقى عشان لو محتاجه شويه ملح او حاجه، فلقيتها مظبوطه. فكده خلاص اول لما تشرب الميه دي هنزلها تحت الشوايه في الفرن. ودلوقتي لما طلعت بصوا الشكل عامل ازاي، مقرمشه من بره وطريه من جوه. والله ريحتها كانت قلب الدنيا وسهله وفي ثواني. لو حد جالك ممكن انت تعمليها في ثانيه، مش هتاخد منك وقت، والشكل والطعم حكايه. بصوا عامله ازاي حلوه جدا. هوريكم واحده دلوقتي من جوه عشان تشوفوا شكل الفراخ كان عامل ازاي. بجد هتعجبكم ان شاء الله، لما تجربوها هتدعولي باذن الله. واللي يدعيلي يقولي ربنا يا رب ينجح ملك كده هوت ويوفقها في الثانويه عامه السنه دي يا رب. ويا رب اللي يدعيلي يعني له بالمثل. بصوا الفراخ من جوه عامله ازاي، طريه كده من جوه ومستويه، والطعم والريحه واللون والشكل حلوه جدا وسريعه. يا رب تنفذوها وتعجبكم يا حبايبي، ويا رب اللي يعملها بألف هنا وشفا على قلبه. ومع ألف سلامة، وقابلكم في فيديو جديد يا حبايبي.